منى زكي وغادة عادل أخدوا الأدوار بتاعتها وكانت ماضية على أفلام كتيرة وهي صغيرة وما مثلتهاش. عندها محل ألماظ ومش مستنية حاجة من حد. اختفت بقالها سنين كتيرة قوي ومحدش كان يعرف عنها أي حاجة، ولما رجعت تاني من فترة ظهورها كان غريب وملامحها كلها كانت اتغيرت. ناس كتير معرفتهاش ورغم إنها من بدايتها اتعرفت بمشاهد قليلة لكن كانت بتسيب علامة مع كل الناس. تقريبا الناس كلها حافظة الإفيهات بتاعتها، لكن اختفائها وملامحها خلوا الناس مستغربة أي تصرفات ليها ومش عارفين هي مالها، لحد ما ظهرت تاني مع إدوارد في البرنامج بتاعه. الدنيا بعدها اتقلبت عليها وكمان عليه، وبقى في مشكلة مش عارف يروح منها فين. عزة سعيد بطلة المشاهد الصغيرة اللي كانت بتتعمل بكل حرفية، حصل معاها ايه لما ظهرت مع ادوارد من جديد؟ وهل فعلا اللي قالته عن نفسها يستدعي كل الضجة اللي حصلت؟ وايه هي علاقتها بمنى زكي وغادة عادل؟ وهل فعلا هي مش في قواها العقلية الطبيعية؟ التفاصيل دي كلها واكتر هنعرفها من خلال الفيديو ده. كملوا معانا للاخر وهتلاقوا مفاجآت مش متوقعة ابدا. عزة سعيد بعد ما مثلت كذا سنة في أدوار صغيرة كان ليها مساحة من الكوميديا في المشاهد اللي بتعملها، سواء مع كريم عبد العزيز أو أحمد حلمي أو غيرهم كتير. ناس كتير كانت شايفة إنها هتقدر تظهر في الكوميدي كويس، لكن ده ما حصلش. من أكتر من 6 سنين اختفت عزة سعيد تماما، وكان آخر ظهور ليها بملامح متغيرة تماما عن اللي معروف عنها، سواء من ناحية الزيادة في الوزن وحالة البؤس اللي كانت فيها من إنها مش بتشتغل بقالها كتير. ده قدرت الناس إنها تفهمه على طول إنه اكتئاب، وإنه قلة الشغل تعمل طبعا أكتر من كده. بعدها رجعت اختفت تاني عن كل حاجة واسمها راح وسط أسامي فنانين كتير اختفوا على فترات مختلفة، علشان ترجع عزة سعيد تظهر تاني في حوار مع الفنان ادوارد ويتقلب عليهم الدنيا بعدها هما الاتنين. وده يجي بسبب اولا الكلام اللي قالته عزة في اللقاء، وكشف حاجات ما كانش ينفع انها تظهر ابدا. ومن ناحية تانية ان ادوارد زميل ليها في نفس المهنة ما كانش ينفع يسكت على كده. عزة قالت انها بيتعرض عليها افلام كتيرة قوي من وهي عيلة صغيرة، بس لما كبرت ما عملتهاش، والموضوع اتغير والسوق كمان اتغير. وان كمان المخرج يوسف شاهين كان بيدور عليها سنين علشان تشتغل معاه ومعرفش يوصل لها ابدا. وده كله كوم، وانها مضت 20 فيلم مع المخرج شريف عرفة وما مثلتش ولا واحد فيهم كان كوم تاني. الغريب ما كانش هنا وبس، ولا في الفروق السنين اللي بين عمرها وبين اللي هي بتقول، لا ده كمان قالت انها اخذت ملكة جمال مصر في دبي السنة اللي فاتت، واخذت ملكة جمال مصر في لبنان السنة دي، وانها هتسافر علشان تتكرم في اماكن كتير. والحاجات دي كلها كانت معلومات مش حقيقية ولا منطقية. ده غير انها كشفت سر كبير من وجهة نظرها، هو ان ليها 3 افلام حاليا في السوق المفروض كانت تبقى هي بطلتهم، بس اتاخدوا منها علشان منى زكي وغادة عادل اشهر منها، والمنتجين ادولهم الادوار دي بعض الادوار ما كانت بتاعتها هي. طبعا برضو الكلام ده مش حقيقي، واللي كشف ان عزة سعيد في حالة مش طبيعية خالص، نفسيا مش مستقرة، ان بعدها عن حلمها سبب ليها بعض المشاكل. والناس هجمت ادوارد جدا عشان المفروض كان منع انه يذيع الفقرة دي بعد ما اكتشف انها مش في حالتها الطبيعية ونفسيا مش مستقرة. وبعد ما الانتقاد زاد عليه جدا خرج واعتذر وقال انه هيمسح الحلقة من على السوشيال ميديا، وفعلا ده حصل. بس رجع اسم عزة يتردد تاني، وبدل ما يبقى في التمثيل او بدور مميز بقى بدعوات الناس ليها بالشفاء والاستقرار النفسي. قولوا لنا ايه رأيكم في اللي حصل ده؟